طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. من غير مقدمات كتير، مش جاي معايا اعمل مقدمة بصراحة. ففي الفيديو ده هنخش على طول في اقوى نصايح لازالة اللاج والتقطيع بعد التحديث الجديد 3.8. وباذن الله لو اللاج عندك بنسبه 80% خليه لك 50% او 40%. انا مش هوعدك ان انا اشيل لك اللاج خالص، اللاج ما بيتشالش. اللاج ما بيتشالش. وهقول لك حاجه، يعني تقدر تخفف لك اللاج بنسبه، يعني تخلي لك اللاج عندك بنسبه 20% 30% بالكتير قوي. هنشوفها النهارده في الفيديو ده. ف سلاش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الفيديو، ليتس جو. والنصيحه الاولى يا اخواتي انك تلعب من غير جراب. ليه العب من غير جراب؟ عشان الجراب بيخلي الحرارة تبقى مكتومة في الموبايل. فاهمين انا قصدي ايه؟ مثلا الحرارة تيجي طالعة مثلا للهواء وكده، فلا تتكتم في الجراب، فالجراب يسخن الموبايل معاك. فهيسخن الموبايل، هيلاقي الموبايل معاك، وحوارات وحاجات كتير جدا انت في غنى عنها. فليه كل ده؟ العب من غير جراب احسن وريح دماغك. النصيحة التانية، فضي مساحة من الموبايل، على الأقل 5 أو 10 جيجا تكون مفضيهم من الموبايل. ليه؟ عشان تلقائي وقت ما يكون المساحة عالية ومفيش مساحة، فهيكون في ضغط على الموبايل وعلى المعالج وعلى الرامات وحوارات كتير جدا. هتلاقي الموبايل بيلاج وبيسخن ومش عارف ايه، وحوارات انت في غنى عنها. فليه؟ طيب، النصيحة التالتة ودي مهمة جدا 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 جدا، بلاش حركة كتيرة أول ما تنزل المود. ليه؟ عشان انت بتكون نازل لسه الموبايل بيجمع معاك ان في ناس وفي حاجات وفي صور والكلام ده كله. فهتفضل انت تتحرك كتير وتمسك وتحط السلاح ورا ظهرك وتعمل زجزاج يمين وشمال وتكراوتش وبرون والكلام ده كله. هتلاقي الموبايل مات معاك من اولها. فانت تنزل، حاول انك على الاقل انك تمشي، بس يعني تمشي كده ستري، تمسك سلاح عادي، ما بقولكش ما تتحركش خالص. ولو هتقدر تتحرك، ما تتحركش خالص يبقى احسن. ولكن مين هينزل المود ما يتحركش خالص؟ فالموضوع ده يبقى صعب، بس لو قدرت تعمله يبقى احسن لك. تمام. طيب، فضي الرامات واحذف التخزين البايظ من الجيم تربو. كلنا اكيد عندنا جيم تربو عارفينه، تدخل بتلاقي اسمه ايه ده، بوست سبيد والكلام ده كله، حذف الملفات اللي هي المتبقيه من التطبيقات اللي انت كنت فاتحها والكلام ده كله. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. ليه بقى؟ لان الرامات حاجه وسيله مساعده الموبايل. فلما تكون الرامات فاضيه والمعالج تمام واسمه ايه ده وكله تمام والمساحه والكلام ده كله، فتلقائي تلاقي الموبايل معاك تمام. على قد موبايلك بقى 40 فريم 30 فريم 60 فريم 90 فريم على حسب. طيب، ادخل دايما من الجيم تربو. طيب، ليه ادخل دايما من الجيم تربو؟ الجيم تربو بيدي اللعبه القوه، قوه الموبايل كلها بتبقى مدفوعه بتبقى محطوطه في اللعبه. فاهمين قصدي ايه؟ رامات بقى ومش عارف ايه والكلام ده، معالج والكلام ده كله بقى محطوط فين؟ محطوط في الموبايل، في اللعبه لا مؤاخذه. طيب، رقم مش عارف، مش فاكر كام. بلاش برامج ال 120 فريم. طيب، هتقول لي ليه ومش عارف ايه؟ انا عندي الفريمات قليله فمحتاج حاجه تزود لي الفريمات والكلام ده كله. هقول لك لا يا اسطى، مش محتاج حاجه تزود لك الفريمات. انت في ضغط على موبايلك، سواء مثلا الرامات انت بتخش وهي الرامات مش متفضيه، في تطبيقات وهي مفتوحه. وده على فكره النصيحه الجايه، في تطبيقات مثلا مفتوحه في اسمه ايه ده، في الباك جراوند، بتسحب من المعالج ومن الرامات والكلام ده كله. فانت لازم انك تفضي اسمه ايه ده، فانت لازم انك تفضي ده كله عشان موبايلك يقدر يديك الاداء اللي هو يقدر يديهولك. لكن كل ده يعني مثلا لو انت بتلعب 30 فريم هتلاقي نفسك بتلعب 20 فريم، ممكن 15 فريم كمان. بسبب الكلام ده، بسبب ان موبايلك مش قادر يديك القوه الكافيه، عشان الموبايل فيه ضغط عليه. فانت فاهمين أنا قصدي ايه؟ فالنصيحه اللي بعدها، اقفل كل الابلكيشنز اللي عندك في الباك جراوند قبل ما تفتح لعبه، او بابجي موبايل، كول اوف ديوتي، اي حاجه من اللعب دي كلها، فري فاير الكلام ده كله. سواء انت داخل تلعب وعايز الفريمات اللي موبايلك يقدر يديها لك، فلازم انك تبقى مفضي الموبايل وتبقى حاطط قوه الموبايل كلها
في اللعبه دي عشان اللعبه تديك الفريمات اللي انت عايزها او اللي موبايلك بيديها لك، لان في ضغط تاني فانت مش تاخد الفريمات اللي انت موبايلك يقدر يديها لك. تمام. بلاش برامج في بي ان غير اللي مدفوع، زي مثلا، انا مش عايز اقول اسامي عشان مبقاش اعلان او حد يفكرني ان انا اعلان، ولكن زي جرأب بوستر، زي لاجو فاست والكلام ده كله. اي برنامج مدفوع، لكن هتجيب لي برنامج ببلاش هيقلل لك من سرعة النت وعن تجربة. انا ما بقولكش الكلام ده خلاص، عن تجربة. كل يعتبر جربت كام يا ربي، 40 برنامج تقريبا ولا 50 برنامج، كلهم بلا استثناء تشغل البرنامج تخش تعمل فحص للسرعه بتاعت الانترنت والكلام ده كله، تلاقي السرعه بتقل معاك، ما دام السرعه قلت البنج هيعلى. فلازم ايه، نعقل شويه يا جماعه. بلاش برامج في بي ان غير اللي مدفوع. ليه؟ لان تلقائي كده كده اللي مدفوع انت بتدفع له فلوس، ف مش هتدفع له فلوس، وكمان يبقى بيبوظ لك اسمه ايه ده، بيبوظ لك سرعه النت وبيديك بند والكلام ده كله. مفيش الكلام ده كله، من اول واحد هيجربه هتلاقي خلاص البرنامج اتحط عليه تقييمات وحشه، فخلاص البرنامج اتدمر. تمام. تمام. النصيحة الأخيرة لكل إخواتي اللي كملوا الفيديو لحد دلوقتي، بجد أنت أخويا وابن قلبي وكل حاجة، لاف يو أقسم بالله إخواتي. النصيحة الأخيرة بقى دي اللي هتودي معاك، بص هتخلي موبايلك حرفيا اللاج فيه 20% 30% بالكتير قوي، مش هيعدي. إنك تجيب مبرد. بس هي دي الحل. هتقول لي ليه بقى مبرد وبتاع والمبردات غاليه والكلام ده كله؟ اقول لك والله بص، انا حاليا لسه سامع ان لسه سامع على مبردات والكلام ده كله، مبردات اصليه مبردات مائيه، ما تجيبش مبرد هوائي، بالذات لو انت موبايلك يعني من الايفونات والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين الايفونات بتسخن الخ الخ. تمام. فبالذات لو انت ايفون او مثلا بتلعب 90 120 فريم، اوعى تجيب مبرد هوائي، اوعى تجيب مبرد هوائي. وعلى فكرة، فرق ما بين المبرد الهوائي والمائي في الفلوس مش هيكون غالي قوي. كبيره مثلا 300 جنيه، 400 جنيه، 500 جنيه لما يكون راجل حرامي ابن حرامي، اسف في اللفظ يعني. فافضل انك تجيب مبرد مائي من المبردات الهوائي بمليارات المرات، وتختار مبرد نظيف من شركة معروفة، مبرد يكون من شركة براند، مبرد يكون أصلي. هتقولي بقى هيخش له في سكة الخمس ست، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. أنا لسه سامع عن مبردات قسما بالله بيقول لك المبرد مش عارف 23 واط، يعني أنت متخيل بكام؟ ب 1300 جنيه. فصباح الفل. وغير كده الصيف جاي، وغير كده اللي انا عايز اعرفه لكم ان الحراره ممكن تسبب معاك برده، فانت تضمن نفسك بال1000 جنيه احسن من انه تزعل على موبايلك وموبايلك يبوظ والكلام ده كله، تروح تصلح له بورده بنص ثمنه، واصلا صلحت له بورده فخلاص الموبايل اتفك، وقت ما تيجي تبيعه ينزل لك يعتبر اكتر من نص سعره، واصلا الموبايل ممكن ما يقعدش معاك ويجيب بورده تاني بسبب ان البورده الاساسيه اللي طالعه من المصنع باظت والكلام ده كله. فحوارات. فانت اضمن نفسك بال1000 جنيه احسن من انك تروح تجيب موبايل جديد او تغير لموبايلك بوردة ويرجع يبوظ تاني وحوارات ومش عارف ايه ليه. فانا دي حاجة قلت انوهكوا عنها، عشان ايه نكون على نور ومحدش ايه يقدر اللي يحصل مع الموضوع ده، بسبب ان السخونة بتعمل كده، بتجيب بوردة للموبايل. تمام. فدي حاجة لازم اعرفها لكم، عشان كده خارج ذمتي انا ماليش دعوة. اشتري مبرد، نصيحة مني، مبرد نضيف من شركة معروفة من براند. ما تروحش تجيب لي مبرد من شركة بتبيع تحت السلالم ولا تحت تحت الكوبري وتقول لي المبرد وحش، فطبيعي هيبقى وحش حبيب قلبي. كده كده ما تروحش تجيب لي مبرد هوائي بردك براند، ما تروحش تجيب لي مبرد براند هوائي وتقول لي الموبايل مش نافع معايا، المبرد مش نافع معايا. طب ما هو طبيعي ما ينفعش معاك، بالذات لو انت ايفون. الايفونات بتسخن بطريقه غبيه بسبب خامات التصنيع اللي بتبقى فيها الازاز مش عارف الفريم التيتانيوم والالومنيوم والكلام ده كله. مالكوش دعوه، معلش انا اسف بالتوك توك اللي بره ده، ده العظيم يعني حاجات قرف قرف. فما علينا. المبرد مهم جدا 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 يا جدعان، جدا جدا جدا. تمام. هو ده الموضوع اللي هيخلص معاك. يا اما لو انت مش معاك فلوس تجيب مبرد، فهتجيب مروحه مكتب وتصدرها على ايدك وانت قاعد تلعب، ومالكوش دعوه بالتكاتك اللي ورا دي تاني. مش عارف اقول إيه بجد والله. تمام.
تيجي تصدرها على ايدك وانت قاعد بتلعب، ولكن ده هيتلج لك ايدك، وممكن ايدك اصلا انت ما تبقاش قادر تحرك صوابعك. وده الموضوع ده كان بيحصل معايا عن تجربه. كنت بشغل مروحه يا دوب على واحد، وما كانتش تبقى مروحه سقف اصلا، كانت تبقى مروحه عاديه من اللي بتحل، من اللي تتعلق في الحيط. كان قسما بالله يا جدعان بتلاقي ايديا يعني تلج. انا مش، انا مبقاش، انا اصلا بلعب انا مش قادر. انا قسما بالله العلي العظيم كانت ايديا بتبقى منمله. عارفين انتوا اللي هو ايه، مش قادر انت تحرك ايدك وتفرد صابعك والكلام ده كله. بسبب ايه؟ بسبب التلج. يعني انا كنت بقوم ادفي ايديا، الاقي ايه ده، انا ايديا رجعت تاني زي ما كانت. اقعد بقى واشغل المروحه والكلام ده كله، ايديا بتنمل وبتتلج. يا لهوي كان حوارات. هتقول لي الصيف جو مش عارف إيه، اقول لك الصيف اوسخ. يعني انا كان عن نفسي اطفي المروحه واقعد في حر سن احسن ما اقعد في الحر اللي انا فيه ده. فما علينا، احنا كده شكلنا خرجنا بره موضوع الفيديو بقى، وحوار تلاقي لسه هتطلع تشتمني في الكومنتات. اسف يا جماعه. ف بس كده يا اخواتي، كده النصائح بتاعتنا تكون خلصت لحد النهارده. متنساش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وباذن الله ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعد اللي جاي، لا مش الفيديو اللي جاي، الفيديو اللي جاي بتاع ازاله اللاج والتقطيع وكده، هشرح معاكم حاجات في لعبه بابجي موبايل ذات نفسها. انا حاليا بسم الله الرحمن الرحيم، شرحت لكم الحاجات اللي بره اللعبه اللي تخفف لك اللاج والتقطيع. على فكره الحلول دي قويه جدا جدا، بالذات حوار المبرد ده اللي هينهي معاك. تمام. فالفيديو الجاي باذن الله هشرح لكم عن الحاجات اللي تعملها جوه اللعبه عشان تخلي معاك اللاج يقل بنسبه كبيره باذن الله، باذن الله، باذن الله. بس كده، ساش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.